الله بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نظرا لكثرة الاتصالات والإخوان الذين يتساءلون ما الذي حدث في المسجد، نحب أن نطمئنهم. الحمد لله، الذي حدث ربما في مساجد أخرى حدث أكثر منها. هناك مساجد أحرقت، ولكن احنا جئنا وجدنا المصاحف مزقت. قام بتمزيق المصاحف هذا، لا ندري من هو مزق هذه المصاحف في هذه الجهة، في تلك الجهة أيضا، الجهة الأخرى أيضا حتى هي، وقام يعني قلب الكراسي وما إلى ذلك. الحمد لله يا إخواننا أنه لم تصب أرواح. التكسيرات ربما أكثر شيء، أو قام بتكسير هذه الميكروفون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وزلع الماء كيف نقولوا احنا على المصاحف. الحمد لله أنه لم تقع أرواح. يا إخواننا كان عندنا درس اليوم بعد صلاة العصر لأولادنا وبناتنا، سبحان الله، لأعمارهم تتراوح من 10 أو من 8 إلى 14 و15 سنة، وكانوا يجلسون هنا وندرسهم هنا. فسبحان الله، يعني اليوم العبد لله أنا قمت بتأجيل الدرس اللي كان مفروض بعد صلاة العصر إلى ما بعد صلاة المغرب. لعل وعسى هذا توفيق من الله. ربما لو جئنا بعد العصر ربما وقعت أرواح، ربما يكون هذا إنسان مريض نفسي، ربما يقتلنا، ربما تحدث مصيبة أكبر. فالحمد لله جاء البوليس وعمل لمكيت هنا الحمد لله، ويقومون الآن بالإجراءات. وللأسف يوم الجمعة يعني الكاميرا طاحت أونبان، يعني الكاميرا خربت أو خسرت. وسبحان الله كان من المقرر إصلاحها الآن، لكن طبعا احنا كما نعلم اخونا الحاج بوسكلي نسال الله ان يمثله للشفاء، الان حوالي 4 أيام هو مريض. وحقيقه لو كان الاخ البوسكلي موجود هنا سيقوم بواجبه. فالحمد لله نطمئنكم اخواننا، نكون يد واحده، نتحد مع بعضنا، وجزاكم الله خير انكم مشغولون على بيت الله، ونطمئنكم ان شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه خاتمة الأحزان. وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. Salam alaikum wa rahmatullah. Mes chers frères, juste pour vous résumer ce qu'a dit l'imam aujourd'hui, tout d'abord, je voulais juste rassurer toute la communauté musulmane du Puy-en-Velay. Alhamdulillah, il n'y a pas eu de dégâts physiques ou de personnes blessées ou même de personnes qui décèdent. On a eu une personne qui est rentrée, qui a détérioré tout le masahif, les Corans, etc. Dans quel but, on ne sait pas. Il n'y a pas de message particulier.